عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وفي الحر دوت ما تكونوش حرانين ولا حاجة. واشوفكم في فيديو جديد دلوقتي اللي هو المطحنة الترند ديت والهاند بلندر. الفيديو بيتكلم عنهم. هتشوفوا الفيديو كامل وتعملوا لايك وتعملوا اشتراك عشان اي حاجة بعد كده اجيبها اصوركم واقول لكم ايه الحلو فيها وايه الوحش فيها. يلا اشوفكم في قناة حكاوي تيتا، متنسوش تعملوا لايك واشتراك وشير كتير 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 كتير. يلا يبتدي الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا اوريكم مشتريات عملتها قريب جدا. المشتريات دي كانت قبل رمضان بس نزلت متأخر بقى، معلش ظروف، كنت تعبانة ونسيته اصلا على التليفون. فدي ازايز للمية، ازايز شرب. الازازة اللي هي عليها الباندا دي كانت ب35، والازازة الشفافة ب25. الباندا دي تحفة 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 في السقعة، تخليكي كده عايزة تشربي دايما، ومشبرة كده على طول. والتانية برضو جميلة. دي ازاز للمية بس، بدل بقى ازاز الحاجة الساقعة اللي بنحطها في التلاجة او اي ازاز تانية. ودي 3 كوبايات، جبتهم لكل من عليهم رسمة رمضان. زي ما قلتلكوا الفيديو متصور قبل رمضان بس ظروف بقى فخليته نزلت دلوقتي. في حاجات كتيرة اشتريتها هقول لكم عليها بالاسعار لو فاكراها يعني. دي المطحنة دي تحفة بجد. مش عارفة اسمها ايه، حاجة ميكس. جربتها وعملت عليها فيديو على القناة، موجود. هبقى لو عايزينه هتلاقوه على القناة، يعني الفيديو اللي قبل ده تقريبا او اللي قبله. كنت خايفة منها ومقلقة، بس لا، لما جربتها لقيتها طحنت فيها الرز بتاع الكفتة. ولقيت كذا انواع بقى تانية برضو، كله صيني على فكرة الموجود في، بس دي هي صنع في مصر. كان في انواع تانية صيني بس الحلة بتاعتها صغيرة جدا، فحتى ما تاخدش التمن، يعني اقل من التمن. جربتها ولقيتها حلوة في التوابل، وطحنت رز زي ما قلتلكوا. وصلتوا معايا لحد هنا، متنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان تشوفوا كل جديد مع حكاوي تيتا. حلة كلها ستانلس، وهي ستانلس، الغطا بس هو اللي بلاستيك. دي كانت ب400 جنيه، مش عارفة دلوقتي بكام بصراحة، احنا عدى كام شهر اهو. دول 3 فرش. ناس كتيرة شكرت فيهم بس انا جايباهم بقى وشايلاهم، مش هستعملهم دلوقتي. تعرفوا بعد كده ليه. دي ب35، 3 فرش ب35. واحدة 2 سلك فضي وذهبي، وواحدة بلاستيك الشعر بتاعه. دي السلك الفضي، والتانية السلك ده. بيستعملوها بقى في البوتاجاز، في الحوض، في استعمالات كتير يعني، ملهاش حصر. بس انا لسه ما استعملتهاش، يعني انا شايلهم زي ما هم. احلى حاجه بقى الست بتستمتع بيها وهي بتعمل شوبينج، يا سلام. حاجات كده ممكن تبقى نسيها، واول ما تشوفيها تبقى عايزه تجيبيها على طول. طبعا يعني مش كل حاجه نفسنا فيها بنشتريها، يعني انا الحاجات دي كان نفسي فيها من سنين، بس جه وقتها ان انا اجيبها خلاص، ربنا اراد. ده الهاند بلندر 1000 واط، مولينكس. معاه 3 اجزاء، يعني غير الهاند بلندر معاه مضرب بيض، ومعاه كبة صغيرة، ومعاه دورق كده بتاع الخلط تضربي فيه. عملت بيه تومية تحفة تحفة، عملت بيه، هرست بيه حاجات كتير بجد. كان نفسي اجيبه من زمان، والحمد لله ربنا اراد وجبته وريحني كتير. الخلاط بقى يعني حاجة كده عادية انما ده بقى اساسي. طبعا ما تنسوش تجيبوا، لازم الايد تبقى ستانلس عشان الحاجات السخنة.
دي الكبة الصغيرة. لو عايزين ازاي بيشتغل وازاي بيركب قولولي في الكومنتات، اعمل لكم فيديو ازاي بشغله وبحط القطع بتاعته مع بعض. ده انا جبته الاسود، كان فيه الابيض، الفرق بينهم كان 150 جنيه تقريبا. انا فضلت الاسود مولونكس 1000 واط. كان في انواع تانية بس فضلت ده يعني. ده جبته من رنين، ده كان عامل 2300. في كان ب1000 وحاجة من غير اي حاجة خالص، لاند بلندر بس. وفي بقى اعلى يعني في ب3000 وحسب القطع اللي معاه. دي الكبة الصغيرة برضو جميلة، بتهرس، بصي بتخلي الحاجة كده مية. جربتها في الفلفل بقى عصير يا جماعة، والله بقى عصير بجد ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله، ربنا وفقني وقدرت اجيبه الحمد لله. عقبال كل اللي نفسي يجيبه. تنسوش تعملوا لايك، وصلتوا معايا لحد هنا اوعوا تنسوا تعملوا لايك لتيتا. دي القطعة التانية، دي بتاعت المضرب البيض. دي ما جربتهاش الصراحة لسه. وده الدورق اللي بقولكوا عليه، بتحطي مثلا فيه القوطة وتحطي فيه التومية وتضربي فيه، بيبقى سهل بقى الغسيل غير الشفشق خالص بتاع الخلاط. سهل الغسيل وسهل التنظيف وحجمه كبير. فسهل عليا حاجات كتير بجد. هو زي ما بوريكم كده بيتحط كده، وطبعا الموتور بيبقى راكب، بس انا بوريكم المقاس يعني على قد الهاند بلندر بالظبط. ودي الكبة السلاح بتاعها. متنسوش تدعموا تيتا وتعملوا لها لايك واشتراك وانشروا الفيديو كتير 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 كتير. طبعا انا بعرض عليكم الحاجات ديت مش عشان اضايق حد او كده، لا خالص، انا بنشرها عشان اللي عايز حاجة يعرف السعر ايه ويعرف يستفيد. الازازة الوحشة مثلا، الازازة الحلوة، الهاند بلندر الحلو، الهاند بلندر الوحش، الاسعار. في ناس كتيرة بتبقى عايزة تعرف الاسعار قبل ما تنزل. يعني انا بصراحة كنت عاملة حسابي على 1000 جنيه للهاند بلندر، بس لقيت ابو 1000 جنيه مش هيبقى عملي. يعني مولينكس شركة معروفة وغنية عن التعريف. الانواع التانية مش معروفة. ميديان ان ايجيبت يعني كمان مولينكس ومصنوع في مصر، يعني قطع غيارها هتلاقيها واي حاجة فيها هتلاقيها موجودة.